السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. المهم هذا الفيديو هذا هو تكمله ولا جزء ثاني ديال الفيديو اللي فات اللي حطيت لكم ديال التقضيه ديال الشهر. غادي نكمل معكم التقضيه اللي خديت. المهم اللي درتها هذا الصباح ضروري ما نشاركها معكم. الا كنتي اول مره كتشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس، ضروري من تفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو في حقي، سيرتو في الفيديو الاخر ديال المشتريات اللي جبت معايا من المغرب. شكرا لكم بزاف. خليكم معايا وما تمشيو فين، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. غادي نشارك معكم هنايا التقضيه ديال اللي كنجيب من عند الجزار، اللحوم الحلال والحويجات اللي كنجيب اللي كيكونوا خاصين للدار. في الفيديو اللي فات شاركت معكم الاساسيات ديال الدار، الطحين والزيت والحليب والسكر، المهم والفرomاج وداكشي لي بات وداكشي اللي كيخص ديال الشهر. المهم هنايا جبت شويه ديال، المهم ديما كنشاركهم معكم، ما غاديش نوريكم بالتفاصيل. جبت شويه ديال الدجاج، اللحم، الكفته، بحال هكا الكبده. المهم اللي غادي يدوزوا ليا كما كنقول لكم ديما ما بين 15 يوم حتى ل 20 يوم ديال الشهر. حيت كما قلت لكم في الفيديو اللي فات تقريبا الميزانيه ديال الشهر كنقسمها على جوج وكنتقضى على جوج مرات مثلا في الشهر. المهم هنايا جبت السميده حيت تسالات لي السميده اللي كنت جبت من ايبرتوزانو ديال 5 كيلو. صراحه جربتها جوج مرات وصدقات زوينه. دابا ما بقاتش عندي، بقى عندي غير شي شويه في الطاسه. جبت شي كيلو حتى نمشي ليه ان شاء الله ونجيبها. جبت دابا غير كيلو من عند الجزار باش نديباني به. جبت الكسكسو حتى هو غير كيلو، هذا ديال داري هو اللي كندير انا ديما. ولا بعض المرات الا ما مشيتش عند الجزار ولا ما بقاش عندي ولا هذا كندير ديال ليدل. راه كنت شاركتو معكم شحال من مره. صافي هنا جبت شويه ديال الشيبه هكا الاتاي. جبت شويه ديال الشيبه، شويه ديال النعناع، شويه ديال القزبر، وجبت شويه ديال الزيتون الاحمر. صافي هنا جبت البنات اللي غايقولوا لي علاش ما بقيتيش كتجيبي هذه العطريه من المغرب، حيت كنت شاركت معكم واحد الفيديو فيه العطريه اللي كنت خديت من ايبرتوزانو. صراحه البنات صدقات زوينه وراه باقيين عندي القراعي، باقي فيهم كاينه اللي مازال ما وصلتش حتى النص. انا غادي نجبدهم ونوريهم لكم. الصراحه البنات صدقات العطريه اللي ديال ايبرتوزانو صدقات زوينه. كيف ما كتشوفوا البزار باقي عندي، راه مني شاركتو معكم في التقضيه ديال ايبرتوزانو. ها نتوما راه باقي عندي مازال ما وصلتش فيه حتى النص. البزار باقي عندي هذا الخرقوم البلدي، باقي عندي هادو ديال اللي فيهم النافع وفيهم الزنجلان باقيين عندي عامرين. اللي استهلكتها بزاف هي التحميره الحمراء. صراحه صدقوا زوينين هاد القريعات واقتصاديين. كما كنت غادي نخلي لكم الفيديو اللي كنت شاركت معكم فيه التقضيه ديال ايبرتوزانو لتحت في صندوق الوصف باش البنات يمشيو يشوفوا ويتعرفوا على التقضيه اللي فيه. صراحه زوينه. كنجيب منه السميده ديال 5 كيلو، طحين ديال 5 كيلو بحال هكذا. هاد القراعي هادو فيهم عليه نص كيلو ديال العطريه وكيديروا غير شي 2.50€. صراحه زوينين هادو. كما قلت لكم انا في داك الفيديو راه يديو ليا 8 شهور 9 شهور ويقدروا يوصلوا حتى للعام. المهم العطريه باقا عندي، ما بقيتش كنتقداها ديما كل مره، صافي نسيتها. كنعمرهم في القريعات الصغيورين وكنخليهم باش نقضي بهم هادو القرابين ليا، وهادو راه كنديرهم في البلاكار وكنخليهم. صافي هنايا جبت غير وحده ديال الزنجلان حيت هو اللي ما بقاش ليا، حيت هو كنستعملو بزاف. وكما قلت لكم هذيك البلاستيكه فيها اللحوم. جبت الصاك ديال البطاطا اللي فيه 5 كيلو. لقيت الجزار حاطو داير ليه ثمن مناسب، حسن ما ناخذو من السوبر مارشي. خديت البنات الطاجين حيت كنت شحال هادي قلت لكم راه الطاجين ديالي ديال الطين تهرست ليا ليه الغلاقه، واصلا كان عندي كبيبر شويه. خديت هذا موين. المهم البنات هذا باش عجبني. لقيتهم دايرين ليه هاد التيكيته هادي كاتبين فيه بانه ما فيهش الرصاص سون بلون. حيت بزاف دابا ولاو كيستعملوا هذا الطاجين هذا اللي ما فيهش مواد سامه زعما وما فيهش الرصاص. المهم انا كنت شحال هادي في واحد الفيديو درت لكم الترويض ديال الطاجين كيفاش كندير ليه باش ما يتهرس
ما والو. كندير ليه، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو لتحت باش تمشيو وتشوفوه. المهم انا غادي حتى انا غنعاود ندير ليه نفس الطريقه باش هكا كيصبر ليا الطاجين. صراحه كيصبروا ليا الطواجن. هذاك اللي كانت هرست ليا الغلاقه راه باقي عندي التحتاني ديالو، تقريبا راه شي 7 سنين البنات. غير هذاك النهار كتاب وتهرست ليه الغطايه ديالو، ما عندي ما ندير. المهم البنات هذا خديته كما قلت لكم، دايرين فيه هذه العلامه هذه بانه راه ما فيش داك الماده السامه، ما فيش الرصاص. ومهم صايب معايا الثمن الكزار وخديته بلا ما نجيبو متقله معايا به من المغرب. راكم عارفين تما راه رخاصين غير بحال هكا 20 درهم ولا 30 درهم تشريه، ولكن الثقل ديالو باش يوصل حتى لهنا هذاك فاش بقات. غنحلو باش نوريكم القد ديالو اللي خديت. المهم البنات ما كبير ما صغير، المهم موين. كان عندي الاخر شويه كبير شويه كيهز ليا، كنبقى نعمرو بالخضره باش عاد كتبان. هذا راه كافي ديال 4 الناس، راكم عارفين غير انا وراجلي وولادي بجوج، وبعض المرات ولادي راه ما كيبغيوش ياكلوا ليا المرقه، فكنديرها غير انا وراجلي. المهم البنات انا كيعجبني، ما عرفتش واش حتى نتوما بحالي، انا كيعجبني الطاجين اللي كيكون غادي هكا نيشان، ما كيعجبونيش هذوك اللي كيكونوا هكذا. المهم هذا لقيته هو اللي عجبني وهزيته. ديال تقريبا هكا 4 الناس كما قلت لكم. المهم البنات انا غادي نديرو دابا في الماء حتى يتشرب مزيان، وعاد ندير ليه الزيت وندير ليه وندخلو الفران. البنات اللي مازال ما شافوش الطريقه كما قلت لكم، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو لتحت في صندوق الوصف، كيفاش تروضوا الطاجين اول مره قبل ما تطيبوا فيه. فاش كنبيتو بحال هكذا في الماء، من بعد ما كيبقاش يشرب ليا البلول، ما كنبقاش ندير فيه الماء بزاف، كندير غير نص كويس صافي، كيكون كافي باش كيطيب ليا اللحيمه والخضيره. المهم عجبني الطاجين ديال اليوم، قولوا لي رايكم حتى نتومايا. الثمن اللي غيسولوني البنات خديته ب 8 اورو من عند الكزار، كندير ليه تقريبا شي 14 اورو، ولكن انا حيت كنتقدى من عنده ديما خلاه لي ب 8 اورو. صافي البنات هذه هي التقديه اللي شاركت معكم. غادي ندوز باش نكمل معكم الفيديو. المهم البنات من بعد ما ستفت هذوك اللحوم وداكشي اللي تقديت، ما بغيتش نشاركهم معكم حيت كان سبق لي ودرت لكم واحد الفيديو بالتفاصيل كيفاش كنقطع الدجاج واللحم وكيفاش كنديرهم كل حاجه في البلاستيكه وكنحتفظ بهم في المجمد، فما بغيتش نعاودو باش ما يكونش التكرار في الفيديوهات. المهم هنايا درت هذيك العطريه اللي كانت جبت معايا من المغرب، دوك الحويجات اللي كنت جبت معايا في هاد لي بواط هادو ديال البلاستيك، كنت شاركتهم معكم في واحد الفيديو قديم ديال المشتريات، كنت خديتهم بواحد اورو من ام دي. صراحه صدقوا زوينين ولا كاليتي ديال البلاستيك حتى هي زوينه البنات. المهم هنايا وحده درت فيها الزنجلان، وحده غادي ندير فيها هذيك الورقه ديال سيدنا موسى اللي كنت جبت من المغرب معايا، هاد العويدات ديال القرفه، وغادي باش زوينين ديال البلاستيك اللي كيبين كتعرفوا حتى شنو هي الحاجه اللي فيهم في الداخل ديالهم. وسميتو صافي غادي نديرهم بحال هكذا كيف ما كتشوفوا معايا، ونديرهم في البلاكار نطرفهم فين ما نبغي نحتاج شي حاجه ولا نبغي نقضي بشي حاجه كنجبدها، كيكونوا هكا منظمين زوينين في الشكل ديالهم بحال هكا في لي بواط ديال البلاستيك. ما بقاوش نزلوهم باش كنت باغيه نزيد منهم، صراحه صدقوا زوينين كما قلت لكم، مع كيبينوا فاش كتحلي البلاكار كيبان لك كل بواطه وشنو فيها بلا ما يحتاج لا تكتبي عليهم ولا حتى شي حاجه. صافي هنايا درت حتى داك الفليو الناشف كان كيعجبني بزاف نديرو مع اتاي. دابا عندي اتاي اللي من السمن اللي كنت شاركت معكم في الفيديو ديال المشتريات ديال المغرب، حتى يتقادى ليا عاد كنبدا ندير بحال هكذا معلقه ديال الفليو ناشف مع اتاي، كيجي المذاق ديالو زويون وكيسخن سيرتو في هاد الوقيته هذه اللي مازال باقي البرد. كيف ما قلت لكم البنات في الاول ديال الفيديو، ما بقيتش كنجيب معايا العطريه من المغرب، راه شرحتها لكم شحال من مره، حيت الحمد لله دابا وليت كنلقاها. هذا الشيء بالفضل ديال المتتبعات ديالي اللي معايا في القناه، هما اللي كانوا نصحوني في واحد الفيديو وبزاف الفيديوهات باش نبقى نتقدم من ايبرتوزانو، وسيرتو العطريه فيه زوينه كيف ما شفتوا وريتكم القريعات فيهم علين 500 غرام ديال العطريه، صراحه صدقات زوينه.
صافي هنايا خديت هذاك النعناع اللي جبت والشيبه. ما كنغسلهمش البنات، غير كنقيهم وكنحيد منهم بحال هكذا الا كانت شي ورقه ولا هذا صفراء وهذا صافي. وكان كما قلت لكم ما كنغسلهمش، كنخليهم حتى كنبغي نعمر اتاي عاد كنشلل داك النعناع وكنشلل هذيك الشيبه بالماء سخون. غادي نقيه نعزلو كما قلت لكم من الوريقات اللي ما صالحينش وصافي. وغادي نديرو في هاد الشبيكات هادو صراحه زوينين اللي وريتكم في الفيديو اللي فات. كنت خديتهم من المغرب ب5 دراهم. قالت لي واحد البنت في التعليق تقول بتي حيت هي يمكن كانت جابتهم غير ب3 دراهم. اودي ماشي مشكله، غير ملي وصلوا صحاحين ما تهرسوا ما حتى شي حاجه ماشي مشكل. صافي غادي نقي هاد الشيبه ونقي النعناع باش كنحتفظ بهم باش كيبقاو مده طويله علين واحد الاسبوع 10 ايام كيبقاو عندي في الثلاجه وما كيخسروا ما حتى شي حاجه باش يصبروا لكم مده طويله في الثلاجه. كما قلت لكم البنات ما تغسلوهمش، ما تقربوش لهم الماء نهائيا. وصافي ملي تنقيوهم بحال هكذا تاخذوا شي شبيكه وديروا فيها شي منديل بحال هكذا ناشف والسربيته بحال هكذا وتديروا داك النعناع وداك الشيبه ولا بعض المرات حتى القزبر المعدنوس الكرافس صافي. وكتغلفوهم مزيان كتغطيوهم مزيان وكتدخلوهم للثلاجه كيبقاو مده طويله حتى 10 ايام 15 يوم ما كيطرى لهم حتى شي حاجه. تقدروا ديروها حتى الكرافس القزبر المعدنوس المهم اي حاجه كلها هاد الورقيات اللي خضره. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم تعليقاتكم. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، كنقول لكم بسلام عليكم ونهاركم مبروك حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.